يعني عرفت كيف تسوي كتم وتفكوه. تمام، اي تمام. طيب. الشيخ زين العابدين الله يحفظك ان شاء الله ويحشرنا واياك مع زين العابدين. الله. الحوار انت اكيد رجل كبير في السن واكبر مني سنا، فبالتالي راح تعرف اصول المناظرات والمناظرات وكذا. الاستدلال من كتب الطرفين شيء طبيعي، ارد على شبهه ترد على الشبهه التي تطرح. قضيه التجاوزات من ناحيه الرموز في قدر المستطاع. يعني انا بالنسبه لي ما استطيع يعني اتجاوز على الامام علي مثلا، ما اقدر. انا اذا قلت لعلي اكيد التجاوزات مرفوضه اكيد. هنا. لكن احنا تدري روايات نطرح اللي بالروايات بدون تجاوز، لانه انا لكل فعل رد فعل، فبالنتيجه انا اريد يكون الحوار معك هادئ وجميل، وعلى قولتك احنا ناس كبار لحيانا بيض بعد العمر ما يتحمل. عموما بالنتيجه اذا انت سأل السؤال انا واجب علي ارد عليه، وكذلك انا من اسال سؤال كذلك الدكتور لازم يجاوب عليه، وبالنتيجه لابد انه يكون الاحتجاج بالروايات الصحيحه لا بالروايات الضعيفه او الروايات التي ليس لها سند. هو انا تمام. في الروايه انت عليك تضعيفها والناس تحكم في النهايه، او تقول الروايه هذه بدون سند وعليك انت اللي تحكم. يعني انت تجيب لي روايه انا اقول لك هذه الروايه رواها فلان في كتابه رد عليها الحافظ ابن حجر في التضعيف ما في مشكله، يعني كلها موجوده. طيب تبدا انت على بركه الله، وان شاء الله هي تكون سلسله مناظره، واذا احببت انك تختم ما عندي مشكله، يعني انت تبدا وانت تختم ما عندي مانع. لا انا اكون انا البادئ، طيب. انا البادئ بالموضوع. هسه منين اخذ جوله؟ منين؟ انا اسوي لك اعمل قبول بس انت. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما كان وما يكون وما أحاط به علمك المكنون، صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعرف قدرها أحد، يا واحدا يا أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حياكم الله إخواني أخواتي، وحيا الله الدكتور المحترم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في رزية الخميس. لا داعي لذكر النصوص لأن النصوص معلومة وليست مما يجهلها الأخ المحترم الدكتور، وكذلك أنا وردت روايات كثيرة بلفظ يهجر وبلفظ هجر وبلفظ غلبه الوجع في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد بن حنبل، وهنالك روايات كثيرة. أنا عندي أسئلة للدكتور الحبيب، وهذه الأسئلة مهمة جدا لابد تحتاج إلى أجوبة، فأريد إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل هذه الأسئلة. أقول الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر أو هجر أو غلبه الوجع، هو ماذا قال؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا قال حتى قالوا إنه يهجر؟ هل قال اشركوا بالله؟ هل قال اتركوا الصلاة؟ هل قال اتركوا الصيام؟ هل خالف ضرورة من الدين؟ ماذا قال حتى قالوا أنه يهجر أو غلبه الوجع أو هجر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أين أجد في كتاب الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطاع أو ممكن أن يعترض أحد على أمر النبي سواء في الدين سواء في الدنيا؟ لأن هنالك آية تقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذا ما يخص الدنيا. أما ما يخص الدين فلا بد من طاعة الله وطاعة رسول الله، ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. إضافة إلى ذلك عندي سؤال ثالث، الذين قالوا أن رسول الله غلبه الوجع أو يهجر، لماذا خالفوا أمر إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدواتي والقلم، ولم يخالفوا الأمر الثاني عندما قال لهم قوموا عني لا ينبغي عندي تنازع؟ لماذا نفذوا الأمر الثاني ولم ينفذوا الأمر الأول؟ مع العلم الفرق بين الأمر الثاني والأمر الأول ثواني أو دقائق، ليس أكثر من دقائق. زين،
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا لم يكن لا به وجع ولا، لأن الرواية نفسها تقول أنهم قال لهم قوموا عني لا ينبغي عندي تنازع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ملتفتا إلى الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. السؤال الرابع: هل ممكن أن نشك بالسلامة العقلية للنبي ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الأمر الخامس: ما الذي غلب على النبي به الوجع، عقله أم بدنه؟ السؤال السادس: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هل كان قول عمر هو الأحسن وهو الأصوب كما يصرح النووي طبعا وإن شاء الله سنأتي عليه، أم كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأصوب؟ ترى من قول من هو الأصوب؟ السؤال السابع: عندما قال لن تضلوا بعدي أبدا، هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب أم هو وحي من الله تبارك وتعالى؟ لأن جعل كتابة هذا الكتاب مقترنة بماذا؟ بلن تضلوا بعدي. السؤال الثامن: لماذا عبر الخليفة الثاني بالجمع وقال حسبنا كتاب الله ولم يقل حسبي كتاب الله؟ من هم الجمع الذين عبر عنهم؟ هل يا ترى كان هنالك اتفاق مسبق قبل أن يأتوا إلى بيت رسول الله فلذلك عبر عن الجمع؟ السؤال الآخر الذي لا بد، هنالك أسئلة كثيرة حقيقة لا أريد أن أسألها الآن، لكن إن شاء الله بعد هاي المداخلة راح أسألها لأن ما بقى إلا القليل. لكم المايك دكتور حبيب. إن شاء الله راح تخلص الجولة. طيب. خلصت انتهت الجولة؟ يلا الآن بس تجي يتحدث واطلبه بسوي قبول. يلا الآن سوي قبول عندك. تمام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين. وما بعد، حياك الله أستاذ الشيخ زين العابدين، وحيا الله ضيوفك وضيوفنا الكرام. سأل السؤال وأنا أحاول أجاوب باللي أقدر عليه من الثمانية لأنه الوقت لا يسعني. يقول لماذا قال الرسول يهجر؟ هل الرسول يعني سوى شرك، قال كذا؟ لا، معروف أن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب، هل كان سيكتب أصلا من أصول الدين أم كان يكتب فرعا من فروع الدين؟ وقال لم تضلوا. طب في مشكلة، ما الدين اكتمل، كيف راح نضل؟ فقالوا أهجر رسول الله على صيغة الاستفهام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والمرض تكلم بشيء هو قد لا يعيه. حلو. التبيان في تفسير القرآن للطوسي يقول يقول وهذا ليس بصحيح عن الشيعة، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنهم يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون، ركز، ويمرضون، إذا في مرض، ويغشى عليهم، إذا مرض وإغماء، يعني قد يغمى عليهم. ثم قال والنوم سهو، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى. إذا المسألة هنا أستاذ الشيخ زين العابدين أن الصحابة تعجبوا في هذا الأمر، لكن الهجران هنا لا يعني الغباء. طيب شنو دليلك يا أستاذ عاصم؟ هذا الدليل الإمام المعصوم، هذا في كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي نقره، قال عن بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل. عفوا، هذا حديث آخر، عفوا أعتذر، الحديث هذا بصائر الدرجات لمحمد بن حسين عن صفوان ابن يحيى عن أبي خالد القماط عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنبياء أنتم؟ قال لا. قلت فقد حدثني من لا أتهم أنك قلت أنكم أنبياء،
قال: من هو أبو الخطاب؟ قال: قلت: نعم. قال: كنت إذا أهجر. المعصوم يقول عن نفسه: كنت إذا أهجر. إذا لو كان الهجر معيبة ما قال عنه ذلك المعصوم، وحاشاهم ذلك. طيب، تقول: هل يجوز أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم جابوا على صيغة الاستفهام. لو كان أمرا واجبا لقال النبي: ائتوني بذوات وكتف، ما في أحد يمنعني، لأن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللي بعدها: والله يعصمك من الناس. فمعنى ذلك يا أستاذ شيخ زين العابدين، الله لم يعصم رسوله من التبليغ. معناته عمر استطاع أن يمنع الرسول، والصحابة بمجرد إنك قلت إنه قالوا أهجر رسول الله منعوا النبي من توصيل الدين. هذه مصيبة كبيرة ما ينفع. طيب، لماذا اتخذوا الخروج ولم ينفذوا الخروج ولم ينفذوا الأول؟ حلو السؤال، هذا السؤال مهم جدا. بس هذا السؤال شيخنا حيثبت أمر ضد مذهبك. ليش يا شيخ زين العابدين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن في مرافعة الأصوات إحباط للعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. لا ينبغي عند النبي التنازع، فخشيوا الصحابة أن تحبط أعمالهم. لولا إيمان الصحابة في ذلك الوقت ما كان قال النبي: قوموا. لا ينبغي عند النبي التنازع، كان كذا هم أعمالهم محبطة وخلاهم يحبطوا. طيب، على الأقل لو كان هم مو فارقة معهم النبي كان بقيوا ما سمعوا كلام الرسول. وليش طلعوا لأنهم خشيوا على أنفسهم أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. قلت: لماذا عمر قال حسبنا كتاب الله؟ لأن عمر اقتدى بكتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فعمر قال: يا رسول الله حسبنا كتاب الله. طب شنو الدليل؟ أنا عمر ما يمثلني، أنا كشيعي أنا أريد دليل من شيعة. حلو. قال علي عليه السلام: وكفى بكتاب الله حجيجا وخصيما. تعالوا. يلا أكبر شيخ. حياك الله دكتور. جيد. قلت أن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تعلم أن بعد نزول آية إكمال الدين هنالك 35 آية نزلت. فيا ترى سؤالي: هل أن هذه الآيات التي نزلت بعد إكمال الدين هل هي من الدين أم ليس من الدين؟ هل هي من الدين أم ليس من الدين؟ 35 آية تقريبا نزلت بعد آية إكمال الدين. إضافة إلى ذلك تقول أن الطوسي يقول: يمرضون ويغمى عليهم. والله صحيح، قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي. لكن أنت نسيت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عن السيدة عائشة يقول: تنام عيني وقلبي لا ينام. قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام ولا يمكن أن يغمى عليه وقلبه لا يدري، مستحيل على الإطلاق. ثم قلت أن لو كان مراد الواجب أنه لقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ايتوني ايتوني ايتوني. يقول عندكم أقوال كثيرة، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله واجب وليس مستحبا، قوله واجبا وليس. إضافة إلى ذلك لديكم في السنة عندنا وعندكم أن السنة هي قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا المعصوم. فكيف يكون قول المعصوم أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا سنة وهنا ليس بسنة؟ وأنا قلت لك يا دكتورنا العزيز: ائتيني بآية قرآنية كريمة أو رواية أو ما شابه ذلك تدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يطاع وهنا لا يطاع. جئني بدليل واحد. إضافة إلى ذلك تقول أن عمر قد منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنما أنت منذر. فإن تولوا فأعرض عنهم.
الله سبحانه وتعالى قال له بلغ، واللي يتولى خليه يتولى، اعرض عنه. الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. زين، حتى لا ما قبل إلى ما قبل. وإن شاء الله سنعلق عن ابن حجر العسقلاني وابن الأثير أنه كيف قالوا أنه عندما مانع الكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتبه. ليش؟ لأنه شاف بعد ما بيداعي الكتاب، شاف الكتاب بعد ما بيداعي له ايش يكتبه، لا يتحقق الغرض منه. ثم قلت أفغير الله أبتغي حكما، والله تبارك وتعالى كذلك قال لك، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعجيب والغريب أن هؤلاء الذين كانوا في بيت رسول الله لم يحكموا رسول الله، بل اختلفوا في رسول الله. وإن الله سبحانه وتعالى عندما أمرهم بأن وقت التنازع أن ماذا يفعلون؟ أن يرجعون إلى رسول الله. أسئلة كثيرة ما جاوبتني عليها، جاوبت لربما على سؤالين ثلاثة. أسئلتي الأخرى التي أريد أن أضيفها: هل الذين قاموا بعدم إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما طلبه هل أطاعوا الله تبارك وتعالى حيث قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هل أطاعوا الله عندما قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ السؤال الآخر: الذين ارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي ألم تحبط أعمالهم؟ لأنك جنابك الكريم استدللت بالآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. ويقينا الذين كانوا في البيت لم يغضوا أصواتهم. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هل هو هذه المجموعة التي كانت حقيقة هل تأدبوا بالأدب القرآني؟ الذين قالوا حسبنا كتاب الله وأعرضوا عن قول رسول الله، هل هؤلاء حقيقة أتباع السنة؟ هل هؤلاء مؤمنين بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ الذين قالوا أن رسول الله يهجر، هل قرأوا كتاب الله حيث يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لماذا كان واقع هذه الكلمة مؤلما على قلب النبي بحيث أمرهم بالمغادرة وقال إن الذي تدعونني فيه أنا خير منه؟ لماذا كانت واقع هذه الكلمة مؤلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: لو كان أن النبي صلى الله عفوا الآن بعد انتهى الوقت وإلا عندي أسئلة. تفضل. الحمد لله وكفى. هل رد على رواية المعصوم الذي قال كنت إذا أهجر؟ ما رد. طيب، هل رد على آية أفغير الله أبتغي حكما؟ قال أفغير الله أبتغي حكما. آية أخرى تقول يعني الله متناقض. نعم، ما فهمت يعني إيش قصدك. تقول هذه الآية نزلت في كذا، نعم أن الله كذا وكذا، ولكن أيضا في آيات أخرى تقول كذا وكذا حتى نشرح للناس. وإلا أنت بهذه الطريقة كأنك تقول الله متناقض، مرة يقول فغير الله أبتغي حكما ومرة يقول استعينوا بالرسول. مش فاهم أنا، لازم ترد عليها رد علمي. طيب، قلت 35 آية نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم. ممكن تثبت لي إياها بعد معلش بوقتك إن شاء الله تجهزها وتثبت لي إنه أكو. أنت قلت هنالك 35 آية نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم. 35 آية ممكن تثبت لي إياها من وقتك؟ الله يحفظك إن شاء الله. إذا جاء وقتك اثبت لي إياها. أنا أعرف أنها 4 آيات أو 5 آيات، من وين جبت لي 35 وكلها غير مشرعة، تشريعات، ما في مشكلة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. طيب، تفاجأنا أن النبي قال ائتوني بذوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. احترنا الآن، هو أنتم الآن تأخذون بحديث التمسك بالكتاب والعترة عشان ما تضلوا؟ لو انت حتتمسكوا برزية يوم الخميس حيرتونا الآن. أي واحدة منهم اللي الإنسان ما حيضل فيها؟ رزية يوم الخميس لو التمسك بالكتاب والعترة؟ أي واحدة منهم؟ عشان نعرف. أنا نفسي مو عارف. طيب، أما قضية تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نرضى بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم عقل النبي واع في تبليغ الرسالة،
وأما قول الصحابة على صيغة الاستفهام أهجر رسول الله، أي أنه كما اعترفت أنت كان متعبا، وهذا التعب قد يغلب على عقله، فمعقول الرسول يريد أن يعطي شيء جديد في الدين قبل أن يموت والدين مكتمل، ممكن يكون من التعب. وقلت لك المعصوم قال كنت إذا أهجر، ما رديت عليها. طيب قلت هل أطاعوا الله الذين لم يعطوا النبي؟ أحسنت، يعني علي ما أطاع الله لأنه علي أيضا ما أعطى. أحسنت، يعني العباس أيضا كان عم النبي موجود، أيضا العباس ما أطاع الله. طيب أحسنت، ما موجود. لا موجود أي كتاب أمامي، ها شوف، ها أتحداك اثبت. حاضر أبشر، هذا حق من حقوقك، الآن أطلع لك إياها. حاضر. رواية الإرشاد ورواية الإرشاد ورواية السليم اثنيناتهم غلط، اثنيناتهم ضعيفات. بوقتك رد عليها بوقتك. طيب هذا كتاب هذا كتاب الإرشاد للمفيد، هو الآن عليه أن يضعف الوقت. ما بها سند. قول مين من علمائك قال هاي الرواية ما بها سند. إما أن المفيد كذب، قلت المفيد كذب، وإما أن تقول ما بها سند من قول عالم، قول والله جاء السيستاني قال هاي الرواية ما بها سند. أما أنت أنا ما أعرفك وأنت مو مرجع. الله يحفظك يا رابية أختنا ربيلة. يقول فلما كان من الغد حجب عنه الناس وثقل في مرضه، وكان أمير المؤمنين لا يفارقه إلا لضرورة. أيعقل أيها المسلمون نبي الله على فراش الموت، علي مو موجود؟ حطها بعقلك. علي صهر النبي عند وصي النبي عندكم مو موجود مع النبي، تاركه يموت لوحده، تاركه مع الصحابة المنافقين عند الشيعة. معقولة؟ أنا الآن أبويا حيموت، أبوي حيموت وأعلم أنه أصحابه منافقين، أترك أصحاب أبوي مع أبوي وأنا أروح بعيد؟ وين كان علي رضي الله عنه؟ وين كان؟ أنت تهين الإمام علي، ترى هذه إهانة للإمام علي. طيب قال الذين ارتفعت أصواتهم لم تحبط، لا، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، إذا هم مؤمنين. أحسن، إذا هم مؤمنين، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، كان تنبيها لهم أصواتهم فوق صوت النبي. حلو. لما صار التنازع قبل أن يحصل ارتفاع الأصوات فورا النبي قال قوموا عني، لا ينبغي عند النبي التنازع على طول، وإلا ليش قال النبي قوموا عني؟ وإذا ارتفعت أصواتهم انتهى أعمالهم. طيب ما رديت علي لما قال علي كفى بكتاب الله حجيجا وخصيما، أصاب علي في هذه الرواية أم أخطأ الإمام علي في هذا؟ وانتهى وقتي الآن. بس شوف هاي 6 ثواني باقي، لما تجيب لي من أقوال تقول لي ضعيف المفيد، مين العالم اللي ضعفه؟ أو أنه بدون سند، مين العالم اللي قال كذلك؟ الله يحفظك يا أختي ربيع رابية، تسلم عيونك. يا الله هسه إليه، لا خليه تكمل جولة النصر. هو بعد جولة النصر دكتور على كيفك ليصير عصبي. والله مو عصبي، والله هذا أسلوبي، أنا أعتذر إذا أكثر من شيء. يلا ما تشقال. يقول الدكتور الله يحفظه، يقول ما رديت لي على رواية البحار. حقيقة أنت لم تكمل رواية البحار، أنت لم تكمل رواية البحار وبترتها. أكمل رواية البحار سوف تعرف لماذا قال. إضافة إلى ذلك خلي أجاوبك عليه. باب قوله عليه السلام كنت إذا أهجر على صيغة الخطاب، وأهجر على أفعل، والتفضيل من الهجر بمعنى الهذيان، أي الآن حين ظهر أنك اعتمدت على قول أبي الخطاب الكذاب، ظهر كثرة أبي الخطاب، الرواية بها أبي الخطاب، فبالنتيجة لا يحتج بها. هذا واحد. 2 تقول اصبر لي باوعلي، تقول أنه التمسك بالكتاب والعترة يعصم من الضلال، أم الكتاب يعصم من الضلال؟ خب إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد كتابة الكتاب لينص على الأئمة من بعده على العترة، ويوجد عندي أدلة من أقوال علمائك أنه أراد أن ينص على الخلفاء من بعده. زين، وليس ما ذهبت إليه. نعم الكتاب والعترة
التمسك بهما واجب، وكذلك الكتاب الذي أراد أن ينص عليه، وماكو إشكال أنه هنا ينص على الكتاب والعترة وهنا ينص على الكتاب العاصم من الضلال. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل 1500 آية تؤكد على يوم القيامة. خب ليش 1500 آية؟ خب آية واحدة ينزل هي؟ لا، رسول الله دائما يأكد على الخلفاء من بعده، دائما يأكد على الثقلين، دائما يأكد من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره. عموما تقول نعم نحن نرضى بتحكيم النبي. خب انتم اختلفتوا بالنبي، أنتم اختلفتم بالنبي، شلون ترضون بتحكيم النبي؟ عمر بن الخطاب منع النبي من كتابة الكتاب ولم يرضى بقول النبي، بل اتهمه بأنه يخرف يا عزيزي، اتهمه بالتخريف، اتهمه بالسلامة العقلية، وقال إنك تهجر. يا عزيزي يا محترم، متى حكم عمر بن الخطاب رسول الله في رزية الخميس؟ لم يحكمه. ثم تقول علي كان موجود وتجيب لي رواية. يا عزيزي يا دكتور يا حبيبي، أنا قبل ما أبدأ المناظرة قلت لك رجاء لا تحتج بالروايات الضعيفة، لا تحتج بالروايات الضعيفة. أنت جايب لي رواية بلا سند وجايني تركض بيها مولانا، تركض جايني. ضعف الرواية، ما بيها سند، هي ما بيها سند، تفضل جيب لها سند للرواية. وحتى الرواية الثانية خاف تريد تحتج برواية كتاب سليم بن قيس الهلالي، هم ما تخدمك ما تفيدك. ليش؟ لأنه يصرح فيها علي بن أبي طالب يقول أخبرني رسول الله، يعني علم من رسول الله. فالروايتين ما تفيدك بالمقام، لا رواية سليم ولا رواية الإرشاد، هاي روايات ضعيفة. زين، ومع ضعف رواية سليم أنا أقول لك صحيحة، ومع هذا يقول أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال أسئلتي هسه لك. ثم تقول أنه قبل ارتفاع الأصوات قال لهم رسول الله قوموا. شنو الحكي يا دكتور؟ رسول الله يقول فلما كثر اللغط بيناتهم قال قوموا عني، طردهم. هسه أسئلتي لك، طبعا أنت ما جاوبت على أسئلتي وكأنما ما سائل. سؤال: لماذا هذه الكلمة لم تنطلق من عمر على أبي بكر في حين أبي بكر كان يغمى عليه ويفيق؟ أريد أجاوبك على سؤال: لماذا عليا لم يكن موجود؟ على أساس أبو بكر كان موجود من مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجى من السنح، على أساس أبو بكر صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما راح السقيفة بني ساعدة. يا عزيزي شنو هالكلام هذا؟ سؤالي: لماذا هذه الكلمة لم تنطلق على أبي بكر في حين كان حال أبي بكر أسوأ من حال رسول الله؟ كان يغمى عليه ويستفيق ويقول لطلحة ماذا كتبت؟ يقول له ماذا تقول لربك إن وليت علينا فظا غليظ القلب؟ لماذا لم يقل له عمر إنك تهجر؟ ليش؟ لماذا لم يقل له؟ لا على الأقل لماذا لم يقل له يا أبا بكر لماذا لا تتبع سنة رسول الله وتتركنا على المحجة البيضاء؟ إضافة إلى ذلك، ابن عباس كان يرى أن عمر بن الخطاب عبارة عن مصيبة وقعت على رأس الإسلام، ويقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابة ذلك الكتاب، والذي حال بين رسول الله وكتابة ذلك الكتاب عمر بن الخطاب. فعبد الله بن عباس وبما أنه صحابي جليل يعتبر عمر بن الخطاب عبارة عن مصيبة وقعت على رأس الإسلام. السؤال المهم أن النبي لا يخرج من فمه إلا حقا، إلا اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حق. كيف الآن صدقتم عمر وكذبتم رسول الله أو خرفتم رسول الله؟ جاوبني على هاي الأسئلة عزيزي. الله يحفظك. طيب، حي الله الشيخ عبد الحميد الحبيب، نورتني. الشيخ زين العابدين أقبل شيخ حبيبي. مصيبته كثر اللغط. معجم معاني اللغة العربية يقول اللغط اختلاط الأصوات حتى لا يفهم منها شيء. وين تعالي الأصوات؟ الله نهى عن علو الأصوات لا اختلاطها. عادي الرسول لما تعبان الرسول لا يفعل ذلك. قوموا عني لا ينبغي عند النبي التنازع. هذا اسمه لغط، أي اختلاط الأصوات لا ارتفاع الأصوات. طيب هل شفتوه رد
رد على موضوع غير الله ابتغي حكما لا. طيب شوفوا يا اخوان والله مصيبه. قلت لك فلا وربك لا يحكموك، شلون ما رديت؟ الله يرضى عليك لا تقاطعني. انا ما قطعتك الله يبارك فيك. لا ما رديت علي، انت رديت علي بايه ثانيه ما فسرت الايه. قلت لك فلا وربك لا يحكم. انتوا ليش بتقاطعوا؟ كل ما بناظر واحد بيقاطعني، انا عمري ما قاطعتكم. مجتبى يقاطعني، اكرم يقاطعني، عبد الله الحسين يقاطعني، انا ما بقاطع، انا لا اقاطع. طيب لما قرأ رواية البحار جاء عند كلمة وقال عوفك 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 وقفل. ليش؟ اللي بعدها مصيبة. انظر ماذا قال. يقول قوله إذ كنت إذا أهجر على صيغة الخطاب وأهجر على أفعل التفضيل من الهجر بمعنى الهذيان. هو توقف هنا قال بمعنى عوفك 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 وغير الكلام، لأنه الهذيان بمعنى أنه يتكلم بما لا يشعر. طيب وين التضعيف؟ ما في. خلصنا من هذه النقطة، ما يصلح يعني أنت جيت عند الرواية وشلتها. طيب قال رواية المفيد ضعيفة. ألم أقل له حي الله اختنا ورقة ورد، ألم أقل له يا سيد لما تضعف تأتي بعلماء ضعفوا الحديث. تقول لي سليم وقيس لا يهمني وتقول لي المفيد لا يهمني. قل في كتاب الخوئي الجزء 5 صفحة 20 قال وأما الرواية التي بالمفيد أن عليا عليه السلام كان مع النبي فغير ثابتة لأنها كذا. أقول لك صحيح أحسنت، إذا أنت رديت من قبل علمائك، وإلا كل حديث أنت تجيبه الآن أنا أقول لك ضعيف. يلا ما يلزمني. حتقول لي ما يصلح، حتقول لي من سبقك بهذا؟ من سلفك بهذا؟ من خلفك بهذا يا عاصم؟ حلو. والمصيبة الأعظم يا أخوان أنه يريد أن يخرج علي من بيت النبي، وكأنه علي مو ابن عمه ولا زوج بنته ولا وصيه. الله أكبر. أيعقل هذا العقل يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن عمه ما يكون عنده، ويكونوا عنده المنافقين اللي عند السيد زيد؟ الله أكبر. غريبة والله غريبة. طيب أنت قلت أن عمر قال ليش ما قال لأبو بكر يهجر؟ أتحداك أن تثبت الآن أن عمر قال للنبي إنه يهجر. أتحداك إنه قال إنك يا رسول الله تهجر. الرواية قال ما له أهجر رسول الله على صيغة لا. لما أجي أقول لك أنت إنسان على صيغة الاستفهام غير لما أقول لك أنت إنسان. وثم الصحابة اللي قالوا أما عمر قال غلبه الوجع، قال غلب النبي عليه الوجع. نعم مثل ما قال الآن المعصوم عندك كنت إذا أهجر بمعنى الهذيان. هذا هو. وأنت تقول لي عمر عمر قال ما له أغلبه الوجع الرسول، يعني تغلب الوجع عليه. وأنا جبت لك دليل من الطوسي أن الوجع يتغلب على النبي وما هو عيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة هنا أنه لما قيل أهجر رسول الله يعني الرسول من تعبه ومرضه لأنه يغمى عليه ويفيق يغمى عليه ويفيق أهجر. طب ليش ما قال أبو بكر؟ أبو بكر مو مشرع، الرسول مشرع، أي كلمة يقول الرسول تشريعية. فبالتالي لما جاء النبي قال ائتوني بذوات، عمر قال حسبنا كتاب الله يا رسول الله انت تعبان. قال له الرسول عمر ائتني بالذوات والكتاب. حاضر يا رسول الله. طيب شوفوا يا اخوان انا لا اريد كل شيء. هو قال ان النبي كان يريد ان يوصي بالائمه من بعده. اقسم برب العزه والجلاله، اقسم برب العزه والجلاله لانهي المناظره اذا اثبت من كتب الشيعه بسند صحيح متصل الى النبي انه ذكر الاسماء الائمه الاثني عشر. والله لا انتهي المناظره بنصره. يروح يجيب الان. وهذا الان التحدي. نريد اسماء الائمه الاثني عشر. يا علي انت خليفتي من بعدي، والحسن والحسين والباقر والكاظم، وبعد ذلك نقول له احسنت كان النبي فعلا حيوصي بس بسند صحيح. بسند صحيح. تذكر لي السند عشان افند لك اياها انا بوقتي ان شاء الله حبيبي. انتهت المناظره على قول باقر. بدأ جولة النظر. يلا يلا اقبل. يا الله حياك الله. الدكتور المحترم يقول اختلاط الأصوات حتى لا يفهم منها شيء.
هي مختلطة الأصوات من الصياح، والدليل رسول الله طردهم، قال لهم قوموا عني لا ينبغي عندي تنازع. طردهم، بعد شي يريد يسوي لهم أكثر من هيك؟ طردهم. زين، يقول أنت يا زين العابدين ما رديت على قولي أبتغي غير الله حكما، مو قلنا لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني الحكم مو بس لله، الحكم لله ولرسوله، واللي يقول الحكم فقط لله هذا كافر، لأن ما يرضى بحكم رسول الله. أنت هسه تريد بس الحكم فقط لله، وهذا كفر مع احترامي لك، هذا كفر. يعني أنت ما تؤمن بحكم رسول الله؟ عجيب، أنا ما أعرف لا شلون أنتم أتباع السنة عزيزي. خب قولوا احنا القرآنيين فقط، لا تقولون احنا اتباع السنة. تبرؤوا من السنة، انبذوا السنة وانبذوا رسول الله وسنته. خب اذا انت تتبرأ من رسول الله وتقول لا انا ما اقبل تحكيم رسول الله، فقط تحكيم الله، يعني انت مو اتباع السنة عزيزي، انت قرآني. هذا واحد. الامر الاخر، تقول لي جيب لي تضعيف عزيزي، هاي روايات اكل وشرب عليها الدهر، واستدلالكم بها أصبح مضمحل مع احترامي لك. رواية سليم ورواية الإرشاد، رواية الإرشاد ما بيها سند، ما بيها يا عزيزي، ورواية سليم لا تخدمك، لأنه الإمام علي عليه السلام يقول فأخبرني رسول الله، أخبرني رسول الله بما أراد أن يكتب، أخبرني، يعني مو هو كان موجود، يقول أخبرني. اقرأ الرواية قدام الكل، ايش قد موجودين؟ 681 شخص. إذا مو أمير المؤمنين قال أخبرني رسول الله أنهيها للمناظرة. بعد إذا ما قال الإمام علي فلا تدلس على الآخرين يا دكتور، أنا أحبك وأعتز بك. هذا الأمر الآخر، تقول أنه يريد أن يخرج علي من البيت. عزيزي علي بن أبي طالب ما كان بالبيت، وأنا أتحداك أمام 680 وأمام الخلق أجمعين وأمام الدنيا كلها وأمام علمائك وعلمائنا، اثبت ان عليا كان في البيت. اثبت يا اخي، اثبت ان علي كان في البيت. لن تستطيع ان تثبت ان عليا كان في البيت. اضافه الى ذلك، تقول اتحداك ان عمر هو الذي قال انه نعم. ابن الاثير في النهايه في غريب الاثر الجزء 15 عزيزي يقول وهذا احسن ما يقال ولا يجعل اخبارا فيكون اما من الفحش او الهذيان، والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك. والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك. إضافة إلى ذلك، كتاب التبيان، ديوان أبو الطيب المتنبي، شرح أبي طالب العكبري، يقول هو من علماء أهل السنة، يقول أنطق فيك أجرا، يقول الغريب الهجر القبيح من الكلام والفحش. ومنه قول عمر بن الخطاب عندما مرض رسول الله إن الرجل ليهجر، هذا القائل عمر، وأتحداك أن ترد هذه المصادر. زين. إضافة إلى ذلك، لسان العرب لابن منظور يقول كلام ابن الأثير ويوافق عليه، وشرح ابن بطال على صحيح البخاري الجزء 10 يقول وكذلك رأى عمر في ترك كتابة رسول الله له حين غلبه الوجع لأجل تقديم العلم له عند جماعة، وقد اكتفت هذه الأمة. ويقول أن عمر هل هو الذي قال إن رسول الله يهجر. هسه أسئلتي ل 17 ما جاوبتني عليها، وراح أضيف لك بعد أسئلة. سؤالي، هل الذين لم يجلبوا الكتف والدواء لرسول الله استجابوا لأمر الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هل هؤلاء استجابوا لأمر الله وأمر رسول الله؟ ومن لم يستجب ما هو عقابه وبماذا يحكم عليه؟ ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. وكيف يتجرأ عمر بن الخطاب ويقول لرسول الله إنك تهجر؟ ما هذه الجرأة على رسول الله؟ كما تجرأ عليه في صلح الحديبية وقال لمن أعطي من نفسنا الدنية، والدنية يعني العمل الذليل الخسيس، يعني يقول له يا رسول الله عملك ذليل وخسيس، هكذا يقول لرسول الله في موضوع صلح الحديبية. تجاوز وتجاسر على رسول الله وتجاسر في رزية الخميس يا عزيزي. رد على هذين. الأمر الآخر، لماذا البعض يحاول أن يبرر للخليفة الثاني ويقول أن كتابة النبي ليس جزءا من الدين، علما أن الله أمر المؤمنين أن يأخذوا من الأنبياء حتى على مستوى النصيحة، حتى على مستوى النصيحة، ثم تقول لي إن ذلك كان اجتهادا من النبي. لعد أنت أخذك بقول عمر شنو يابه؟ قرآن لو سنة؟ مو اجتهاد. قول عمر مو اجتهاد، يعني انت تقبل اجتهاد عمر بس ما تقبل اجتهاد رسول الله. ما لكم كيف تحكمون؟
كيف تحكمون؟ هو يا هو الأفضل اجتهاد رسول الله لو اجتهاد عمر؟ يا هو الأفضل. تفضل اجبني على هذه الأسئلة. طيب سأسألك من وقتي تجيب من وقتي، لا بأس. أنت لا كم لا. لما قال علي عليه السلام اعمل قبول. لما قال علي عليه السلام كفى بكتاب الله حجيجا وخصيما، أصاب ولا أخطأ؟ قل لي أصاب أو أخطأ؟ احكي لي الرواية من الطوسي، جيب لي إياها. هي ببحار الأنوار. لما قالها أخطأ ولا أصاب؟ قل لي أخطأ ولا الرواية شو؟ الرواية وينها؟ هذه الرواية. حاضر، لازم الرواية. يعني أنت ما تدري أخطأ ولا أصاب. طيب قال وقال عليه السلام اتقوا الله تقية من جمر تشريدا وجد تشميرا وانكمش في مهل وأشفق في وجل ونظر في كثرة المال وعاقبة الصقر، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالجنة ثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا ونكالا، وكفى بكتاب الله حجيجا وخصيما. انتهى الحديث. بعد وراها كمل. انتهى خلاص. اللي بعده رقم 69 الحديث. الآن أصاب ولا أخطأ؟ والله لن يرد. أمير المؤمنين أجاوبك. أصاب مليار بالمئة. أصاب مليار بالمئة. أحسنت. نعم. وعمر لما قال حسبنا كتاب الله أخطأ؟ لا هذا بدأ يقصد كتاب الله القرآن. بدأ يقصد كتاب الله القرآن. لا يقصد كتاب الله القرآن؟ لا. كتاب الله الإنجيل، عفوا. شوف عن شنو وحدة الموضوع، وين عن شنو يتكلم؟ يقول هنا هذا تفسير نهج البلاغة لخطب الإمام علي. يقول وين راحت وسميت معها الطريق، والله لا طلع. تفضلوا يا أخوان. هذا الآن يقول لك لا يقصد القرآن. هذا الآن الكتاب، خذ شوفوا يا أخوان بس ثواني. نهج البلاغة خطب الإمام علي، خطب الإمام علي عليه السلام. انزل تحت الآن هنا يقول شوف وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. شوف الكتاب القرآن وحجيجا ايوه وخصيما أي مقنعا لمن خالفه. أحسنت بارك الله فيك. إذا أثبت لك الآن الكتاب القرآن. أنت اثبت لي هذا من الشارح منه؟ هذا كتاب نهج البلاغة للسيد الشريف الرضي. هذا هو الشارح الجو منه؟ الشريف الرضي. لا تقاطع اثبت لي منه. محمد عبده سني. لا والله أنا أعرف كاظم الساهر. طيب نرجع. لا محمد عبده يا أستاذ هدي الله يحفظك. اثبت لي ما هو الكتاب. لا تقول لي محمد عبده وكاظم الساهر. اثبت لي من هو الكتاب. أنا ما أعرف محمد عبده المصري، أنا عارف ايش يقصد. طيب ارجع يا اخوان. قال لم يرد على تضعيف المفيد. قال الروايه بالمفيد بدون سند. مين قال من علمائك هذا؟ مين اجيب لك يا اي ما في. طيب شفتوه يا اخوان لما قام قلت له ابغى اسماء الائمه الاثني عشر بسند صحيح من كتبك، شفتوه كيف فز وقام؟ وين الروايه؟ وين الروايه سيد زيد؟ أسماء الأئمة الاثني عشر من كتبك وينها؟ أكمل دورك. أكمل. طيب قال والقائل كان عمر. تقدر الآن تطلع لي إياها من وقتي على الشاشة إنه قال أيهجر رسول الله قالها عمر؟ طلع لي على الشاشة الآن أمام الناس. أكمل. وكل شوي حتقول لي أكمل يا زلمة، من وقتي بقول لك يا زلمة. شوف طيب. قال علي ما كان في البيت. طيب ممكن تقول لي وين كان علي؟ قل لي من وقتي وين كان علي؟ أكمل. طيب حكمل. طيب قلت أنت كلام جميل. قلت لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حلو. رديت على الآية هذه أفغير الله أبتغي حكما ما معناها؟ أكمل. حكمل. طيب قلت أنت اختلطت الأصوات أي بمعنى من الصياح. أنت كنت معهم وعرفت أنهم صاحوا؟ أكمل. طيب يعني ما شاء الله يا أخوان كان موجود الشيخ زين العابدين بالنص، شاف أنه علي مو موجود، فقط المنافقين هم اللي حوالين النبي فقط، لكن علي ما كان موجود. ممتاز. يعني يوم الخميس كانت الرزية ويوم الجمعة علي ما كان موجود. طب أسألك سؤال، كان يوم الجمعة موجود الإمام علي بعد رزية الخميس؟ قل لي نعم أو لا.
اكمل عزيزي اكمل. انا أكمل جاوبك. عزيزي. كان جاء يوم السبت، يوم الأحد مات النبي يوم الاثنين، لماذا لم يأتي علي بالكتف والذوات السبت ولا الأحد والاثنين؟ أكمل عزيزي. أرجع جيب لي أسماء الأئمة الاثني عشر صحيحة السند من كتبك، عشان بعدين تعال اعتب على كتبي، قل إن النبي كان يريد أن يخلصها من وقتي. أكمل. مرة خلصنا من محشي الزبادي، طلعنا أخونا الشيخ يقول أكمل. يلا خلص وقتي. خلص وقتك. خلص وقتك. أي أعيد الأسئلة؟ يلا اعطيني جولة. لا أنا سألتك 18 سؤال ولا سؤال جاوبك. شنو كله جاوبته كله. وين جاوبت؟ سألتك سؤال بسيط، هم ليش يجي قالوا عليه ما جاوبت يا عزيزي؟ هم ليش قال لك عمر ليش عمر ليش انا دا اسالك عن عمر، دا اسالك عن المعصوم. قلت لك تعبان الرسول قلت لك عمر ليش قال لرسول الله انك تهجر؟ هو ايش قال؟ وين طلعني بالشك انه عمر قال هجر قدام الناس؟ يعني ما تعرف انه عمر قال يهجر؟ معلش اطلعها قدام عشان خاطر يصير خير. طبعا التدليس انا ما احبه. يقول ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول انه كفى بكتاب الله حجيجا، يعني فقط هو القران. طبعا امير المؤمنين في نهج البلاغه قال لابن عباس لا تحاججهم بالقران. هو مو يقول هسه امير المؤمنين يقول كفى بكتاب الله حجيجا، امير المؤمنين قال لا تحاججهم في القران فانه حمال ذو وجوه تقول فيقولون ويقولون فتقول. هذا واحد كتاب نهج البلاغه. اثنين، هذه الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا من نهج البلاغة. يقول نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا. هكذا يعبر أمير المؤمنين عن العترة وعن معرفتهم بالقرآن. فبالتالي لا تقول لي أنه كفى بالله حجيجا. إضافة إلى ذلك أنا أتعجب صار مجاوبك 5 مرات على كلامك اللي تقول به أنه ما جاوبتني أفغير الله. مو قلت لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ يعني مو فقط أنت تختار الحكم هو الله فقط، لابد أن تختار رسول الله، وإذا لم تقبل بحكم رسول الله فأنت كافر. أنا أتحداك لك شخصيا يا دكتور. إذا ما تقبل بحكم رسول الله وتقبل فقط بحكم الله فأنت كافر، وأثبت خلاف كلامي إن كنت صادقا. إضافة إلى ذلك هذه رواية الإرشاد إخواني، هذه رواية الإرشاد. أتحدى الدكتور عاصم، أتحدى أن يجيب سند، أتحدى أمامكم منا ل500 مليون تريليون سنة إذا جاب لي سند لرواية الإرشاد. من البداية قلت لك لا تحتج علي بالضعيف والما إلى سند يا عزيزي. سألتك 17 سؤال ما جاوبت ولا سؤال، راح أعيدهن عليك يا عزيزي. السؤال الأول، هل الذين قالوا بعدم إعطاء النبي ما طلبه منهم هل هؤلاء أطاعوا الله حيث قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هل أطاعوا الله حيث قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ زين. هل أطاعوا الرسول حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم؟ هل أطاعوا الرسول حيث قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون؟ وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللي ما يطيع الله وما يطيع رسول الله إذا تولى وامتنع فالله لا يحب الكافرين. فبالنتيجة يا عزيزي الله سبحانه وتعالى هم يوفق الكفرة لإطاعة أوامر رسول الله. السؤال الآخر، هل حبطت أعمالهم أم لا؟ لأنه كثر اللغط وما عندك دليل أنه لم ترتفع الأصوات، كل دليل ما عندك، وأتحداك أن تأتي بدليل. السؤال الثالث، هذه المقولة حسبنا كتاب الله حسب قول الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول إنها مقولة الخوارج، مقولة الكفرة. اللي يقول حسبنا كتاب الله هذا كافر بنظر الذهبي. فماذا ترد على الذهبي؟ أريدك أنت ترد على الذهبي، مو ترد علي يعني، ما لي علاقة. الذهبي يقول هذا كافر. فبالنتيجة
هل هؤلاء آمنوا بالله حيث قال فلا وربك لا يؤمنون؟ لا يؤمنون، انتبه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل الذين اتهموا رسول الله ثم ما رديت عليه على قضية تجرؤ عمر على رسول الله واتهامه بالخرف؟ ليش ما رديت عليه؟ ليش ما رديت عليه عن قضية عمر عندما اتهم رسول الله بخصوص صلح الحديبية بأنه عمل عملا خسيسا نذلا حقيرا؟ ليش ما رديت عليه؟ رد عن هاي الإساءات المتكررة لعمر بن الخطاب. إضافة إلى ذلك طلع لي الرواية أنه قال خسيسا قذرا. ها؟ طلع الرواية اللي قالت أنه خسيسا قذرا. أكيد قال لما نعطي من أنفسنا الدنية، صح؟ مين اللي قال خسيسا قذرا؟ اصبر قال لما نعطي من أنفسنا الدنية، صح؟ أيوه صح؟ أيوه. تعال إلى تفسير الدنية في كتبك. أيوه تعال إلى تفسير الدنية في كتبك. يلا وريني أشوف الرواية الآن أمامك. يلا هسه أشوفك هسه. يقول في قصة الحديبية في المفهم لما أشكل من صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 640 يقول: الدنية هي الحالة الخسيسة، يعني عمر يصف عمل النبي بأنه عمل خسيس، هذا واحد. زين، في المصنف للسمعاني يقول: ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، وقال لرسول الله: لما نعطي من أنفسنا الدنية. في شرح في عون المعبود شرح سنن أبي داود يقول هنالك: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نعم، دقيقة أعطيتك مصدر هساني، بدي أعطيك الثاني. لما تتكلم مرة ثانية تقول خسيسة ودنيئة، أتمنى تتحسن من ألفاظك عشان ما أقدر أتكلم كلامي. مو أني عزيزي، مو أني. الرواية أمامي الآن، تفسير البخاري، أنا ما يهمني تفسيرك، أنا ما علي من تفسيرك. يقول قال ابن بطال: هاي الرواية أخرجه البخاري: ولم نعطي الدنية في ديننا، أي نرد من استجار بنا من المسلمين إلى المشركين. المفهم وقال ابن الجوزي: فأما الصلح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قصد العمرة ورده المشركون واصطلح هو غزاة الحديبية. وقال القرطبي: لم نعطى الدنيا في ديننا، أو الدنية في ديننا. الدنيا مو الدنيا، الدنيا اقرأ عدل. الله يهديك، اسمع الله يحفظك. قال يعني بالدنيا الحالة الخسيسة. شوف أيوة. أحسن أيوة، شوف ويعني بها الصلح على ما شرطوا، أي هم الخسيسين، أي هم. ويعني مو يعني، اقرأ عدل ويعنى به الصلح على ويعني ولك لا تقاطع لا تقول ولك عيب. ويعني اقراها صحيح. ويعني خسيسة ودنية، اسمع، يقصد بالخسيسة، شوف، ويعنى به الصلح ويعني نقطتين تحت الياء. ممكن تسكت تخليني اكمل كلامي، والا انت تعتبر مو تتكلم، مو تقرا غلط. ويعنى به، انا ابغاها ويعنى، انت ايش لك علاقه؟ ما يصير تقرا غلط واني داباوع يا عزيزي. خلاص ويعني به عمر. احسنت، انت الان اثبتت الفضيله لعمر. ويعني به الصلح على ما شرطوا، ولم يكن ذلك من عمر شكا ولا معارضه، وبل يعني هسه هو عمل خسيس لو مو عمل خسيس. شوف، اذا حتتكلم اذا حتقاطعني مره ثانيه، لا انت قرأت مصادرك. هاي مصادرك. تسمع الجواب وتسكت لما انتهي من جوابي. لا هاي مصادرك مو مصادري. انت طبعا انصدمت يعني به الخسيسة على ما شرطوا المشركين، مو على الرسول. خلي نشوف على الرسول لو على المشركين. الخسيسة على المشركين مو على الرسول.
صبر 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 صبر. تقبل خلي نشوف، خلي نشوف على المشركين لو على الرسول قالها. والله قالها على الرسول، لا تنهزم منها. ورا هاي المداخلة نجي إلى هاي الرواية. يلا قبل. الآن أمام الناس أسماء الأئمة الاثني عشر من كتبك. أنا الآن ساكت، انتظر يلا. شو صافون؟ أسماء الأئمة الاثني عشر بسند صحيح من كتبك. انت شو صافن؟ موضوعنا مو اسماء الائمه، موضوعنا رزيه الخميس. انت قلت ان النبي اراد ان يوصي باسماء الائمه. اي علماء اسماء الائمه الاثني عشر. يلا يا عزيزي انت ليش متعصب؟ اهدى ليش متعصب؟ عندك دليل؟ قل نعم او لا. موضوعنا مو اسماء الائمه رزيه الخميس يا معود. ليش قلت ان الرسول كان يريد ان يوصي بالائمه في رزيه يوم الخميس؟ ليش قلت؟ شلون؟ ليش قلت ان الرسول كان يريد ان يوصي بالائمه في رزيه يوم الخميس؟ طبعا علمائك يقولون كان يريد ان يوصي بالخلافه. بالخلافه قلت الائمه، قلت الائمه. لعد الخلافه باعتقادي من عبالك لابو بكر؟ طبعا للائمه عليهم. من كتبك امام شيعتك الان خلاص انتهى، امام السنه والشيعه الغي المناظره، انت المنتصر، اثبت لي بسند صحيح. انت المنتصر امام الناس يا شيعه. اعلن اذا اثبت الان سند صحيح متصل الى النبي باسماء الائمه الاثني عشر. يا عزيزي يا حبيبي اهدى تريد باوع بس انتبه. بس الاثني عشر عندك دليل عليها من كتبك صحيح السند؟ بس اصبر بس عندي مداخله صغيره. والله العظيم وانا متاكد انت حقك تنصدم، لان ما تدري ان عمر عندما قال الدنيا يعني بها الخسه والنذاله ما تدري، من فتحت المفهم انصدمت، وحقك تنصدم. حقك. والله العظيم لو كنت ابن يومين في المناظره لا اقول لك صحيح. انا صار لي 17 يوم سنه بالمناظره، انت كم سنه صار لك بالمناظرات؟ أنا صار لي 25 سنة ناظر من كنا بالبالتوك. والله فناس ما لك ولا اسم، حتى بجوجل بحثت عنك ما لقيت. اكتب اسمي الآن بتشوفني بالويكيبيديا، والله ما لك اسم، حتى بالنت ما لك اسم. أنت ليه ضايج؟ طيب اهدى أنه لا سند للإرشاد للمفيد. حلو. مين من علماء قال هذا الكلام؟ والله جيب سند إن كنت من الصادقين. يعني من كيسه. طيب إذا كذاب هسه بعت لك أسد إذا ضحكت من كل أيها المفيد أعتذر والله عنك، لكن الأخ كذبك. طيب قال الذهبي يقول كافر من قال حسبنا كتاب الله أو من أنكر السنة. نعم من أنكر السنة كافر. علي قال كفى بكتاب الله. إيش دليلك على أنه مو كتاب الله القرآن؟ ما ردت نفس الشيء. طيب الآن يا إخوان قلت أنا أمام الناس ألغي المناظرة، هو المنتصر يثبت لي سند صحيح متصل إلى النبي بأسماء الأئمة. أيعجز إنسان أن يثبت أصل دينه؟ لك أنا لو تطلب مني أصول الدين كلها ما في مجال. طيب أنت قلت إنه عمر قال الخسيسة على الرسول صح؟ إيه. الآن تثبتها من كتبنا من نفس الشارح إنه الخسيسة قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اعتذر طاغن. والله العظيم ما تشوفني أفتح لك المهدي بطعنه. اتفقنا؟ صح. طلع الرواية الآن. خل أطلع لك من وقتك تبجح بما تشاء. طيب هلا طلع لك الرواية. الآن علي عليه السلام يوم الجمعة وين كان؟ دقيقة اصبر دقيقة من وقتك. خلاص هذا وقتي الآن، أنت وقتك طلعها، اشرح بوقتك. لا مو أنت تريد أنا شو العلاقة؟ اشرح بوقتك. علي رضي الله عنه يوم الجمعة لا باعلي أنا مناظرتي رزية الخميس. وإذا تريد يوم الجمعة علي وين كان؟ بس انتبه لي أنا وياك رزية يوم الخميس. يوم الجمعة علي وين كان؟ ما كان موجود يا عيني. السبت وين كان؟
السبت ما كان موجود. يوم الأحد كانت عنده شغله. يوم الأحد كان رايح بزياره. الاثنين قبل ما يموت الرسول وين علي؟ كان راجع من الزياره. احسنت بارك الله فيك على هذا الدين القوي. طرد علي من البيت ولا قاعد يدور. لا والله بس سؤال يعني هذا سؤال يعني هذا سؤال تساله دكتور عيني دكتور، هذا سؤال تساله ما يصير والله. فاطمه شفت الردود؟ انا قلت ارسل لي صوره بعمامه بيضاء، قلت هذا حيفهمني علميا بس ولا الروايه بس والله حتى اثاره من علم. اهدى انت ليش رايج؟ اهدى تطعن بالصحابه، تطعن بالصحابه. لا حول والله ما طعنت. هذا يستفز. والله ما طعنت. والله ما طعنت. طيب اسمع، اقدر اقول لك الان مسردب من 1400 سنه هارب من شرطي عباسي. اللفظه هذه اسمع سؤال اصبر اعطيك وقت. انا هم اقدر اقول لك ان عمر بن الخطاب كانه اروى نزع على الجبل. اي ممتاز. اقدر اقول لك بس اسمع، اقدر اقول لك ان عثمان الخميس اعترف ان عمر كان يسقى من ماء الرجال. ما اقدر انا ما بتجاوز عليك يا عزيزي. اقدر نرجس والنخاس 40 رجل بالخيمه، انا اقدر، لكن احنا المساله يا استاذ عايشه ابوها اتهمها يا عزيزي. اسمع ابوها اتهمها عايشه. اسمع بس انا اقدر ارد عليك برد اجرحك فيه. اقدر ارد عليك برد اجرحك فيه. لما تقول قل عمر اخطا في لفظه وقال ابنه مثلا خسيسه، هل يليق بعمر بن الخطاب يا ابن النرجس والنخاس يا ابن المهدي الهارب 1400 سنه 1400 سنه مهديك هارب مفاد الشيعه؟ تقدر انت حضرتك الان يا ابن الهارب يا ابن المسردب 1400 سنه ترد علي برد احترام، مع احترامي لك انت ونظارتك يا ابو 4 عيون، مع احترامي لك، مع شعرك الان اللي محطط فيه كلام نيفيا، مع احترامي لك انت وشنبك اللي مغطي فمك، مع احترامي لك، وحواجبك مساحات السيارات، مع احترام. طبعا لابس لي عمامه بيض عمامه الرسول، مو قادر تضبط لفظك شوي تقول انه قال خسيسه. الا تعلم يا عاصم ان كلمه خسيسه لا تليق بالنبي؟ اقول لك احسن، الروايه تقول اسمع يا ابن هارب، ولك مو اني صاحب المفهم تقول ابن المهدي المسردب يا ولك مو اني صاحب المفهم يا دماغ سز، مو اني باوع بنتبه يا شلون دماغ سز بابا صاحب المفهم مو اني. انت شبيك؟ صاحب المفهم هو اللي قال صاحب المفهم مو اني. كتبك مو اني قلت خسيس، صاحب المفهم قال خسيس يا عزيزي. ثم مو عيب شلون تتجاوز على السيدة نرجس؟ هسه أنا ما أقدر أطلع روايات السيدة عائشة والصحابي الجليد عمر بن الخطاب، ها؟ ما أقدر أطلع روايات عمر، ما أقدر أطلع روايات عثمان. هذا الكلام عيب. استحموا. أنت دكتور، أنت ثور مو دكتور. زين والله العظيم نحن والله العظيم ما نريد نطعن، مع احترامي لك، مع احترامي لضروسك المسوسه، احنا ما نريد نطعن فيك. الاصل يا استاذ شوف اخلي لك وقتك، انت دكتور لو ثور ولك اخلي لك وقتك انت وشنبك هذا كانك مش اسمه زيتونه. الان احنا عندنا هنا ايش يقول انت دكتور لو ثور لما تقول الروايه الخسيسه قال خسيسه به الصلح على ما شرطوا. مين هم اللي شرطوا؟ بابا اثول هذا كلام علماء. احسنت المنافقين الكفار. اذا انت برأت عمر. احسنت بارك الله فيك. انت صوبك كانه اسهال. بين المساله مو كذا يا حبيب قلبي. ادري هي دماغ صاحب المفهم يا استاذ لا معلش الله يحفظك. احد يلبس ثوب اسهال، احد يلبس ثوب كانه اسهال، ما يصلح. ابني اسمع، عيب ما ينفع. فانا ارتمنى اسمع يا ابني اسمع يا ابني اسمع يا ابني. نعم. اولا هذا كلام علمائك اللي قال ان اسمعني. أيوة. ان الروايه خسيسه، مو اني علمائك. انت اذا تريد تشتم اسمع اذا تريد تشتم روح اشتم علمائك. قسما بالله انت ما تدري بهذا التفسير. بعد اقسم بالله انك تدري به. اقسم برب العزه واقسم برب الجلاله واقسم بمن خلق السماء بلا عمد انني اعرف تفسير هذا الحديث، وانني اعرف هذا الحديث. لا تكذب. مو التفسير
انت ما تدري انه هاي اللفظه كلمه خسيسه، والله ما تدري بيها. واقسم بالله انها موجوده في كتابي لعلهم يهتدون. لا مو موجوده، قول ادري بيها. والله العظيم اعرفها موجوده بكتابي لعلهم يهتدون. لا مو اعرفها، قول لا، قول ادري بيها، لا تدلس علي. شو الفرق بين اعرفها وادري بيها؟ لا اكو فرق، لا تدلس علي. انا اختصاصي لغه. قول اقسم بالله اني كنت اعلم سابقا ان الدنيه هي الخسيسه. طيب انا الحين اجاوبك، والله لا احلفها. ما الفرق بين واو العاطفه وواو الاستئناف؟ تحلف، اقسم. ما الفرق بين واو العاطفه وواو الاستئناف؟ انت لغه عربيه. اقسم. استاذ اسهال، ما الفرق بين واو العاطفه وواو الاستئناف؟ ما تفتهم وجايني دا تناقش، روح اقعد بيتكم. اثول ما يدري بكتبه شكله ماكو. اثول جاي يحتج علي بروايات ضعيفه ومسمي روحه دكتور. انت ثور بابا، انت ثور مو دكتور. دكتور ولا مو دكتور؟ طب اسالك سؤال، ما معنى كفى بك ما معنى كفى بكتاب الله؟ شنو كتاب الله؟ باللغه العربيه عندك ما هو كتاب الله؟ بابا اسمع يا ابني، اسمع. اولا انت كل شيء ما تفتهم، اتعلم، اقرا، اطلع، اعرف، يلا تناظر. انت وشنبك كانه رصيف ابيض واسود. اسمعني انا اتكلم وياك باحترام. ما معنى كفى بكتاب؟ انت عليك بشنبي، انت مضايقك شنبي. اسمعني انت مضايقك شنبي. ما شوف اسنانك ثاني. المهم نسمع، عيد. ما معنى كفى بكتاب الله؟ بابا عمر بن الخطاب قال لرسول الله: لما نعطي من انفسنا الدنيه. يعني شنو؟ يعني هاي الروايه بابا، شوف هاي الروايه. انا اقرا ولا انت؟ دباوع انا ولا انت؟ باوع يا اخي شنو دباوع؟ انا راح اقرا لك هسه. يلا اقرا لي. اول مره اشوف واحد هسه شلون اقلب؟ ايه انتبه تقلب على شلون راسك. اقلب الكاميرا؟ تضغط على المزيد. اقلب الكاميرا. تضغط على المزيد. ايه يطلع لك قلب الكاميرا. ايه عربي جوالك؟ ايوه احسن. ما يطلع شيء مني ولا مني. انتبه. اسمع يقول. اسمع بابا. طيب يا عمي سامع. يقول: فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. يعني كان يشك بالله وبرسول الله. زين. لا. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ ما يدري بي نبي الله. قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: لما نعطي الدنية في ديننا؟ جيد. احسن. اصبر. تسمح اشرح لك اياها؟ يعني روح مع جمهورك. لا اصبر. ما لي علاقه اني بالشرح. انا اول مره اسمعني. ما يهمني. اسمع. ما معنى الدنيه؟ اسمع الجواب. عمر يسأل الرسول. شوفوا لما يترك لي فرصة يا اخوان راح يشرح، بس هو ما يريد. عمر الله يديم. اول الناس جالسة تضحك، الله يديم الضحكة وجعلني فداكم كلكم ما شاء الله، الله يبارك لك. شوف يا حبيبي، الله يحفظك حبيب قلبي، ما شاء الله عن خواتمك. والله ضحك العالم عليك انت جابك. ما شاء الله. يلا كمل. هذه مو بخواتم. المهم نرجع حبيبي. الآن الحديث عمر قال للرسول: يا رسول احنا مو على حق حتى تسوي صلح الحديبية، انه اذا جاءنا مشرك ارجعناه، واذا راح لهم المسلم اذا راح اشرك خليناه عندهم. طب يا رسول الله اليس شرطهم دنية لنا؟ خسة لديننا؟ هو سؤال، يعني هذا مو اللي سووه خسة لديننا يا رسول الله؟ سؤال. احسنت. بارك الله فيك على هذا الجواب المقنع. اخر سؤال. هذا رجال يا جماعه. انت بيك انت منتون ايش بيك؟ لا والله بس بدي اشوف ذكرت باباي وزيتونه. والله انت ابتدائيه هواي عليك. شلون دكتور انت؟ من حق دكتوره؟ والله ابتدائيه هواي عليك. والله عندي مؤلفات وعندي كتب على قدي. على عادة هالمؤلفات. اهدى.
باوع يقول لما يضحك انت مخزز. باوع يقول لما نعطي الدنيه، يعني منو اللي اعطى الدنيه؟ سؤال، منو اللي اتفق ويا مشركي قريش؟ احسنت. قال يا رسول الله كيف نعطي الدنيا؟ يعني برايهم هم كيف نحن نسلم لهم هذا الامر؟ نوافق على هذا. سؤال هل ايش سوى بصلح الحديبيه؟ طلع لك ولا ايش بيه هذا؟ انت وين انت باوع؟ انت شو كل ساعه الله اكبر طابين بحرب ولا ايش بيه؟ لا، ماذا فعل بصلح الحديبيه؟ ايش سوى علي؟ ترى يا اخوان انتوا تعرفوا انه يتجاوز على علي، ترى هذا ناصبي والله. على عقلك والله، على عقلك بالعفو. يوم الخميس جعل عمر يغلب النبي بالكلام وعلي ساكت. عمر يقول ان رسول الله غلب الوجع، علي ساكت. يعني علي ما له قيمه عنده. ولك والله لو علي موجود. وين علي؟ وين علي؟ اسمع. طب اسالك سؤال من الناس. عمر شخصي. لا دقيقة. لا اوقف. اجينا لشجاعة عمر. تعال خلينا نسولف. لا ما له علاقة. هل عمر الآن لا ما اسمح لك. انت تؤمن لا ما اسمح لك. ما تكلمت عن شجاعة عمر. تكلمت عن شجاعة عمر. اوقف. تؤمن بكسر الضلع؟ بس دقيقة. انطيني غير القمل كاتل عمر بالصلاة. ايش؟ لا انطيني مردانة او صرصرة قاتلها عمر. تفضل. حلو. وين اثبتت لك؟ انطيني صرصر قاتل عمر بن الخطاب. يلا وين اثبتت لك؟ صرصور واحد. يلا الحين اثبت لك. قتل عمر بن الخطاب العاص بن هشام خاله. يا دماغسيز. قتل خاله العاص بن هشام في المعركة. احسن. الان دورك. اعطيني المهدي، حديث واحد للمهدي. يلا. يا دماغسيز على الدقة. اي والله لك انت صدقتي. واحد للمهدي. انا جبت لك قاتل هشام بن المغيرة. يا والله باوع والله قالوا لي عليك مصدقين. اسمع باوع. كنت اتمنى حقيقة الامر انه هذه العمامة تكون فيها علم، لكن حسيتها والله صندوق فارغ. يعني انت راسك عبارة مثل الكمبثرة. اهدى يا عزيزي. هو داخله فراغ مع احترامي لك. يعني لو الحين اطق بالشاكوش على راسك يطلع فاضي. ما في معلومات. باوع عيب هاي التصرفات مال الاطفال. عيب لا تصير طفل. عيب لحيتك طولها 1.5 متر. عيب لا تصير طفل. شنو العجب؟ عيب احنا كبار بابا. عيب انت ايش قد عمرك ابني؟ قد عمرك؟ وليد ايش قد عمرك انت؟ عيب تحترم نفسك. انت دكتور كبير. عيب. شنو الحكي هذا؟ شوف هذا شبيهك. هذا بني ادم شكو بيهاني ما استهزئ بالناس. هذا شوف هذا ابدا اثنينكم صناديق واحد مع النظام. والله يابا والله ايمن زيدان اشرف من جميع السلفيين والوهابيين. عشانه مع بشار قاتل الشام. ما اعرف. يلا جزاك الله. والله ايمن زيدان والله ايمن زيدان اشرف من جميع الوهابيين والسلفيين. ايمن زيدان على الاقل على الاقل ما بيذيع على الناس. شوفوا يا اخوان شوف. انتم كلكم اذيه. ملأتم الارض. هذا الشخص العبدين شنو هذا؟ هذا ايش بيه هذا؟ اثول ما مطي قام حول وين راح على الممثلين. على مضحكه والله. عوفك خلاص خليك مع جمهورك. جزاك الله خير على المناظره الحلوه. والهروب ليس عيبا. صيرت وين؟ انا هارب. انا باقي. بس انت لا انت باقي. انت اسمع حبيبي. اسمع انت ما باوعلي. انت اولا مسكين اسمعني. اولا ولا عارف يسوي ولا عارف ينزل. شكله بينزل متوهق مو عارف ينزل. يا شيعة علموه كيف ينزل. يا شيعة علموه. يا شيعة الله يهديكم. اول مرة اشوف لا خواتم. طيب كان هذه المطبات حق الشارع عرفتوها؟ هذا خواتم انت لابسها. بالله هذا خاتم. ايش لابس بيدك؟ معدات ثقيلة حاط بيدك.
الواحد يلبس ثوب اسود، يلبس ثوب اخضر، يلبس ثوب صفراء، بقرة صفراء فاقع اللونات تسر الناظرين، لابس لي ثوب اسهال. والله جزاك الله خير. والله شكرا لك. والله كبس شيء. تعال تنزم، تعال تعال يا حيوان يا أطرم، تعال. يا الله، يلا صعدوا شبابنا، صعدوا. وينكم؟ تعالوا. تعال مصطفى يصعد.